توتة توتة، ودلوقتي جه ميعادنا مع أحلى حدوتة من حكايات ماما وفاء. وحكايتنا النهاردة اسمها الطفل صاحب السعادة. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، وما يحلى الحكي والكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حبايبي الحلوين، عايشين أيام أعياد الطفولة، وهنحكي حدوتة في قديم العصر وسالف الزمان. كان في ملك في مملكة، المال في خزاينها كتير. الملك ده قال: افتحوا الخزاين واصرفوا الأموال وساعدوا الأطفال. أنا عايز الطفل في بلدي يبقى طفل جيد، والطفل عشان يبقى جيد لازم يبقى سعيد. عشان يبقى طفل جيد ويفتحوا الخزاين ويصرفوا الأموال. ايه اللي في ايدين الأطفال ده؟ دي شوكولاتة بكل الأنواع، وبونبوني من كل لون. ايه اللي في السما بيفرح الأطفال ده؟ دي صواريخ من كل شكل ونور من كل لون. ده غير بقى الهدوم واللعب. في كل يوم كان الطفل في المدينة سعيد. هو في الحقيقة كان سعيد. طيب كان الطفل في المدينة جيد؟ لا أبدا، ولا كان جيد ولا حاجة. والملك يستغرب: صرفت أموال المدينة عشان طفل المدينة يبقى طفل جيد، ما بقاش. يعني ايه؟ راحت فلوس الخزاين بلاش. إلا في يوم من الأيام والملك بيزور المدينة اللي جنب مدينته، مدينة فقيرة ولا فيها خزاين كتير ولا في الخزاين أموال. زي ما قلتلكوا، هي كانت مدينة فقيرة، لكن الغريب إن كل طفل في المدينة طفل جيد وفي نفس الوقت طفل سعيد. الملك يستغرب، لأن الطفل في المدينة دي لا بياكل كل يوم شوكولاتة، ولا بيقرقش كل يوم بونبون، ولا صواريخ في السماء كل شكل ولون. إزاي يبقى الطفل في المدينة دي سعيد وفي نفس الوقت جيد؟ ويلف الملك في المدينة الصغيرة الفقيرة، شاف ايه؟ مدرسة وحديقة عامة ومكتبة وريشة ورسم وموسيقى. أطفال هنا بيتعلموا، وأطفال هناك بيقروا، أطفال هنا بيلعبوا، وأطفال هنا بيرسموا، وأطفال هناك بيغنوا. والطفل في كل مكان طفل جيد وفي نفس الوقت طفل سعيد. يوم واتنين وتلاتة، والملك أخيرا بيسأل عجوز المدينة وبيقوله: أنا حاولت في مدينتي أعمل طفل جيد بإني أخليه سعيد، معرفتش، يا ترى ليه؟ عجوز المدينة يضحك ويقوله: ما تعرفش تعمل طفل جيد بإنك تخليه سعيد، لكن تعرف تعمل طفل سعيد بإنك تخليه جيد. اديله مدرسة والتعليم، اديله مكتبة وثقافة، اديله حديقة ولعب، اديله ريشة وألوان عشان يرسم، اديله موسيقى وخليه يغني. هيبقى الطفل جيد وساعتها هيبقى سعيد. وملك المدينة الغنية يرجع لبلده الغنية ويقول: ما نقدرش نعمل طفل جيد بإننا نخليه سعيد، لكن نعرف نعمل طفل سعيد بإننا نخليه جيد. حبايبي الحلوين، ومصر بلدنا بتعمل الطفل الجيد بالتعليم، بالثقافة، بالريشة والفن. مصر بتعمل الطفل الجيد، والطفل الجيد هو اللي هيبقى طفل سعيد. بشوفكم وانتوا رايحين المدرسة، بشوفكم وانتوا رايحين المكتبة، بترسموا، بتجروا في الجنينة، بتغنوا. أقول على كل واحد فيكم: ده الطفل الجيد. وأقول على كل واحد فيكم: ده الطفل صاحب السعادة.
حبايبي الحلوين، وبكده وصلنا لنهاية حدوتة النهاردة. وكمان عرفنا ان الطفل السعيد هو الطفل الجيد، واننا ما نعرفش نعمل طفل جيد باننا نخليه سعيد، لكن نعرف نعمل طفل سعيد باننا نخليه طفل جيد بالتعليم والثقافة والفن. اشوفكم الحلقة الجاية مع حدوتة جديدة من حواديت ماما وفاء.